قصتنا بتبدأ من زمن بعيد لما ظهر ملك الدمار اللي قضى على العالم ونشر فيه الدمار، ولكن ظهر بعض الأبطال اختاروهم الملوك، والأبطال دول قدروا يحافظوا على سلامة العالم. وبعد ما اختفوا ظهر بعض الأشخاص اللي بقى معاهم قوتهم ويعتبروا خليفة ليهم، والأشخاص دول هم طلبة أكاديمية غيران سايد، وواجبهم هو حماية العالم من طائفة الكوشس اللي ظهروا بعد القضاء على ملك الدمار وبقوا بيساعدوه. وبيظهر اتنين من الطلاب اللي كانوا بيمروا على القرى عشان يحاولوا ينقذوهم من الوحوش اللي كانت بتهجم على البشر، وكان اغلب القرى متدمره، وكانوا راكبين القطر وفي طريقهم للمحطه اللي بعد كده، ولكنهم فجاه شافوا هجوم على واحد من القرى واللي كان المفروض موجود فيها طلاب الجدد. وفي القريه دي كانت الوحوش بتقتل البشر من غير رحمه عشان يزودوا عددهم، وكان في ولد وحيد هناك وحاول يهرب منهم ولكنهم حصروه وهجموا على البيت اللي استخبى فيه. ولكن وصلت واحده من البنتين وبدات تهجم على الوحوش علشان تنقذه، واضطرت تستخدم قوه البطله بتاعتها وحاولت بكل قوتها تمنع اصابه الولد، وفعلا قدرت. وبعدها راحت واخدت الولد وعرفت انه طالب جديد عندهم في اكاديميه غرانسايد من الزي بتاعه، وتعرفوا على بعض. وكان الولد اسمه نيمو والبنت اسمها فاريا، وبعدها ركبوا القطر مع البنت التالتة عشان يروحوا للمحطه اللي بعد كده. وقعدت فاريا ونيمو يتكلموا وسالها عن سبب انقاذها ليه، حتى انها كمان اتصابت عشان تحميه، فقالت له انها فرحانه انها انقذته لانها فشلت في انقاذ سكن القريه، وقالت له ان في 5 قرى كمان تم القضاء عليهم، وعرفته على البطله بتاعتها واللي كان اسمها يونوميا، واللي قدرت تتغلب على ملك الدمار خلال العهد المظلم القديم وانقذت العالم. وقالت له انه كمان هيبقى طالب معاهم من بكره، فقال لها انه حاسس انه في حلم. وفجاه ظهر وحش ضخم وهجم على القطر ودمره، ولكن فاريا انقذت نيمو من الاصابه مره تانية واتصابت بداله، ورغم اصابتها قامت عشان تحارب الوحش، وحاول نيمو يوقفها لانها مصابه، ولكنها قالت له بحزم انها قائده الفرسان السبعه وهتقدر تهزمه. وبدات في مواجهه الوحش وصدت هجماته وهجمت عليه، ولكنه رجع اتجدد مرة تانية وقوته زادت وبدأ يهجم على نيمو كمان. وكانت فاريا بتحاول بكل قوتها انها تقضي عليه، ولكنه كان اقوى منها، فطلب من يونوميا انها تفعل قفص الحماية حواليها هي ونيمو، وطلبت بعدها منه انه ياخد ألين البنت التالتة معاهم ويهرب للمحطة لانها قريبة. وقالت له انه ممكن قبل ما تيجي هي عارفة انها احتمال تموت، ولكنها مستعدة تموت في سبيل حماية وانقاذ الناس. ففجأة ظهر كارت قدامه ولقى نفسه بيكلم الملكة سيراس اللي قررت تديله اي حاجة هو عايزها، ولكن هنبدلها معاه مقابل شيء، فطلب منها تديله القوة عشان يحمي فاريا، ولكنه ما يملكش حاجة غير حياته. فلما شافت الملكة إصراره قررت تديله القوة من غير مقابل. وفجأة ظهر واحد من الأبطال القدماء وقالوا إنهم بيتشاركوا نفس القوة، وبدأ يساعده في هزيمة الوحش. وكانت فاريا مستغربة منه، ولكن يونوميا طمنتها إن البطل ده صديق ليهم وبيساعدهم، وقعدوا يراقبوا هجوم نيمو. وقالت لها إن على الرغم من إن خلافته مش كاملة إلا إنه قوي، استمر نيمو في الهجوم على الوحش بكل الطرق الممكنة، ورمى لفاريا الرمح بتاعها اللي فقدته بسبب هجوم الوحش، وطلب منها تساعده لو تقدر، وقرروا يتعاونوا، ولكنها نبهت عليه يتزامن من البطل بتاعه ويوحدوا ارادتهم عشان يستخدم كل قوته. وفعلا عمل كده وانطلقوا للهجوم على الوحش وقدروا يهزموه. بعدها راحوا للمدرسه، وهناك قابلوا واحد من الفرسان السبعه اللي كان اسمه جو، كان جاي بجثه التنين اللي اتعامل معاه وجمده لانه دمر الارض الوسطى وكمان بيخدم الكوشس. وكان نيمو مستغرب من قوه جو فاريا، فقالت له ان ده طبيعي، فهو خليفه البطل سبايك ذو القلب الحديدي. وسابهم جو مشي لانه المفروض كان يوصل الجثه قبل ما تسيح لمعهد الابحاث الكيميائي عشان يعملوا عليه الاختبارات. وبعدها عملت فاريا اجتماع طارئ للفرسان السبعه عشان تعرفهم بنيمو وانه هيكون واحد من الفرسان، ولكنهم اعترضوا لانهم كانوا شايفين انه ما يستحقش لقب الفرسان السبعه اللي بيعتبروا اعظم خلفاء غراند سايد وكمان بيحموا العالم، فهو لسه طالب جديد. ولكن فاريا قالت لهم انها فاهمه مخاوفهم، ولكنه قدر يعمل عقد مع بطل في اول معركه له، فاتصدموا لما عرفوا ده. ولكن جو كان شايف انه بيكذب وساله غرس هو تعاقد مع انهي بطل، ولكنه رد انه مش عارف، فاستغرب لانه المفروض بيتكلموا مع الابطال عشان ياخدوا قوتهم وما يقدرش ياخد قوه وتحدي من غير ما يعرف هو مين. فقال له انه سمع صوته بس ولكن ما يعرفش هو مين. فطمنتهم فاريا ان يونوميا طلبت منها انها تثق فيه، وبعدها طلبت من جو انه ياخده في جوله حوالين الاكاديميه لانه افضل محارب واكتر شخصيه مؤثره وكمان مشهوره في المدرسه. وفي جولتهم قابلوا تمثال للفرسان السبعه، وقال جو لنيمو انهم بيورثوا قوتهم وعشان كده لازم يستحقوا اللقب ده، وانه مستعد يضحي بنفسه عشان يدافع عن العالم. ولكن نيمو كان شايف ان لو مات كده مش هيقدر يحمي الكل، فتعصب جو عليه. ولكن جت سوفيتيا امينه مكتبه المدرسه اللي موجود فيها ذكريات الابطال القدامى، وفي المكتبه بيتعاقد الطلاب مع بطاقاتهم عشان ياخدوا قوه الابطال، وده بعد ما يتدربوا لفتره كبيره. ولكن في بعض الاشخاص بيتم ارشادهم ناحيه بطاقتهم عن طريق القدر زيه، وبيكون وقتها مصدر امل للباقيين. وقالت لجو ان التنين اللي جابه عجبهم، وبعدها سابتهم ومشيت وكملوا جولتهم. وفي الاخر وصل جو نيمو لمسكنه الجديد واللي هو مسكن الفرسان السبعه، وكان مع فاريا وقال ان الخادمه الشخصيه لفاريا. ولكن نيمو كان حاسس بعدم الراحه لانه بيتعامل معامله خاصه، ولكن فاريا قالت
قالت له انها عندها امل كبير فيه، فهو عمل تعاقب بره المكتبه وكده بيعتبر فئه خاصه واكيد هيلاقي طريق ممكن يساهم بيها معاهم. وتاني يوم بدا نيمو يروح الحصص بتاعته بعد ما خلص قابل غارس اللي طلب منه يوصل اكسير لمعهد البحوث الكيميائي لانه مش بيحب المكان هناك، وفعلا راح يوصل الاكسير ووصل للبنت اللي هناك اللي كان اسمها كلير. وهناك قابل جو وفجاه وهم بيتكلموا سمع صوت انفجار جاي من المخزن، فخرجوا بسرعه لقوا التنين لسه عايش وبيهجم على الطلاب وكان قريب من سوفيتيا، فجري جو بسرعه وبدا يهجم عليه بقوه الجليد وطلب من نيمو ياخد سوفيتيا والباقيين لمكان امن وكمل قتال مع التنين وحاول يقتله، ولكنه اتجدد ورجع بقوه اكبر فاستمر في الهجوم عليه، ولكن هجماته ما كانتش مفيده لانه بيجدد جروحه. ورجع نيمو بعد ما وصل سوفيتيا وقال له جو ينده على فاريا لان التنين ده خطير، ولكنه رفض وقرر ما يسيبهوش في خطر لوحده ومسك سيف وهجم هو كمان على التنين وقيده عشان يخلي جو يجمده مره تانية. وبدا جو يجمده ولكنه اتجدد مره تانية فهجم على مركز تجديده وقدر يجمده ويقضي عليه. وبعدها راح لنيمو وقال له انه ممكن يبقى اقوى لو بقى جنب شخص جريء زيه وطلب منه يبقوا اصحاب، فوافق نيمو بسعاده. وعملت فاريا اجتماع هي وغارس مع الفرسان السبعه علشان يتناقشوا في خطر زياده الوحوش المتعاونه مع الكوشس، وقالوا لهم انها اقوى من الوحوش اللي قتلوهم قبل كده، وهجموا على 3 قرى وابدوهم. وعلى الرغم من انهم قضوا على الكوشس ولكن نجا بعضهم واتجمعوا مره تانية عشان يعملوا هجوم مضاد عليهم، ولكن برضه عدد الطلاب في غرانسايب بقى اكبر وحصلوا على تمويل بلاد كتير، وعشان كده لو اتعاونوا مع بعض النصر هيكون اكيد. وبعدها قدمت لهم فاريا اكل طبخته بنفسها كشكر ليهم وقعدوا كلوا مع بعض. وبعد ما خلصوا مشوا، ولكن قبل ما يمشوا اتكلموا عن قوه وجراءه نيمو وانهم معجبين بيه وبداوا يغيروا نظرتهم عنه. وقابل نيمو سوفيتيا وقالت له ان المدرسين بداوا يتكلموا عليه وطلبت منه يبذل مجهوده لان هو واصحابه الامل عشان ينقذوا الكل. وروح نيمو ونام وحلم بانه كان في مكان مع البطل بتاعه، المكان حواليهم مشتعل وكان بيحاول يقول له حاجه ولكن نيمو ما كانش فاهمه. وفجاه صحي على صوت فاريا اللي قالت له ان تم استدعائهم للعمل حالا، واخدته وركبوا الطياره النفاثه مع الباقيين وقالت لهم انهم اطلقوا طلب استغاثه بالقرب من الجزيره الطافيه. وكان نيمو مش فاهم يعني ايه طلب استغاثه، ففهمته قال ان لما بتظهر وحوش مش بيقدر الجيش او القوات المحليه يتعاملوا معاها بيقدموا طلب استغاثه لغرانسايد، وهنا بيجي دور الفرسان السبعه. وكان نيمو قلقان انها مسؤوليه كبيره ولكن فاريا طمنته. ووصل الفرسان للجزيره وبدات فاريا تهجم على الوحوش اللي كانت هناك وكان عددهم كبير. وقابلت القائده اللي هناك واللي قالت لهم ان في جرحى كتير جوه المبنى، فطلبت فاريا من ان تهتم بعلاجهم. واندمج كل الفرسان مع ابطالهم وبداوا يقضوا على اعداد الوحوش الضخمه. وكان غليدان بيضغط على نفسه وواجه واحد من الوحوش رغم تحذير الفارس بتاعه ان سحره هيخلص، ولكنه ما اهتمش وهجم على الوحش، ولكنه اتجدد وقدر يمسكه فانقذ جو بسرعه وطلب منه ما يتحركش. وبدا هو ونيمو في تنفيذ خطه زي اللي عملوها مع التنين وقضوا على الوحوش بسهوله. ووصلت فاريا وقضت على الباقيين وتم انقاذ الجزيره. ورجعوا للاكاديميه وكان غلدان حاسس بالاحباط من نفسه وبدا يتدرب لوحده بالليل. ولاحظ جون متضايق واتكلم مع نيمو وقال له انه حاسس بالندم انه قال له انه ما يتحركش، ولكنه بيضغط على نفسه لانه امير بلد كامله، ولكن لو سابه يهجم على الوحش كان سحره يخلص. فعرض نيمو عليه انه يقول له الكلام ده. وفجاه هما بيتكلموا سمع صوت غريب وكانت فاريا بتقدم تقرير عن معركتهم، وقال لها الرئيس انه قلقان من موضوع تدمير الكوشس للساعات الرمليه وانه هيحاول يدور في السبب، وقال لها تنتبه لنيمو. وبعد ما خرجت كانت ماشيه مع الينوف وفجاه جت شيرلي وقالت لها ان غلدان السحر سيطر عليه. وراح باقي الفرسان عند غلدان وكان نيمو مستغرب ان ده غلدان، ولكن غارس وضح له انهم كفرسان لو سحبوا قوه من ابطالهم اكتر من قدرتهم انهم يتحملوها بيسيطر السحر عليهم وبتغرق شخصيه البطل وبيخليهم عباره عن قوى للدمار. وقرر جنو يقتله علشان يخلصوا من ده، ولكن نيمو وقفه وقالوا انه محتاج لمساعدتهم مش انهم يتخلصوا منه. فهجم غلدان على نيمو وبدا الفرسان في مواجهته وكانوا لسه عند قرار قتله، لكن جو تردد فعرض نيمو فكره عليهم وهي عن طريق تجميده، ولكنه سيح التلج وما كانش الموضوع نافع. فطلب غلدان منهم بضعف انهم يموتوه، ولكن نيمو رفض فحس غلدان بامل. وكمان البطل بتاعه جيف اللي هو حارس التنين كلمه واداله امل عشان يتغلب على السحر ده. وكمل نيمو والباقيين تنفيذ خطتهم وهجموا على الوحش اللي كان ماسك غلدان وخرجوه منه ونجحوا في انقاذه. وراح جول عنده واعتذر له على كلامه. وفقد نيمو وعيه بسبب انه خلص كل سحره. واخدته فاريا القط ولما صحي قالت له انه هيفضل طول اليوم في السرير عشان يتعافى لانه كان بيضغط على نفسه الفتره اللي فاتت، وقررت تهتم بيه بنفسها. وفي نفس الوقت كان غارس وجو مع غلدان عشان يعتنوا بيه لانه كان مصاب. وسال غارس غلدان لو انه فاكر حاجه قبل ما السحر يتملكه، ولكنه ما كانش فاكر حاجه. فقال لهم غارس انه شاكك ان في تدخل جراحي سبب ده. فقال غلدان انه ممكن يكون شخص كان موجود وفعل التملك. فقال جو بصدمه انه ممكن يكون كوشس، وكان غارس شاكك كمان لان التنين اللي جو جابه قبل كده برضه صحب مره واحده، وده كله حصل في المدرسه. وفجاه وقفوا كلام لما سمعوا صوت صريخ فاريا، وكان سبب الصراخ ده انها فشلت في تحضير اكل لنيمو فعملت له نفس الاكل اللي بتعمله دايما واستمرت في الاهتمام بيه، وبسبب ده حست بالتعب وكانت عايزه ترتاح. ولكن الين جت وطلبت منها ترجع لشغلها فهم محتاجينها، فطلبت من نيمو يفضل في البيت وسابته ومشيت رغم تعبها. وبعدها
وبعدها قعدت تكلم واتكلمت مع نيمو وقالت له ان الفارسه يونوميا كانت من اسلاف فاريا، وعشان كده فاريا اتدربت من صغرها عشان تبقى واحد من الفرسان السبعه، وبقت عايزه تحمي كل حاجه بنفسها وهي مهتمه بيه وحاسه بالمسؤوليه ناحيته لانه كان الناجي الوحيد في القريه، فهي كانت حاسه بالذنب لفتره طويله انها ما انقذتش الباقيين، فحس نيمو انه عبء عليها. وبعدها رجع فاريا ومعاها غلدان وجو غارس اللي جم علشان يطمنوا عليه، وغلدان شكروا علشان انقاذه وقالوا انه كمان بقى متفاهم مع بطله اكتر، وحضر له غارس مستخلص 1000 سر اللي بيزود من سرعه التعافي، وطلب منه يخف بسرعه لانهم بيعتمدوا عليه. وبداوا كلهم يلعبوا بعد كده واتكلموا كلهم عن انهم بيتكلموا مع ابطالهم، واستغربوا لما عرفوا ان نيمو لسه مش عارف يتكلم مع بطله، فقال لهم انه بيسمعوا بس لما بيتكلم. فعرض جو عليه يسال سوفيتيا، فهي امينه المكتبه وتعرف معلومات كتير بخصوص اصول الابطال. وجت شيرلي وبدات توبخهم كلهم على صوتهم العالي وانهم فوتوا ميعاد نومهم في وقت حرج زي ده، وكمان كانت بتلوم فاريا انها المفروض تحافظ على طاقتها في الوقت الحرج ده، وسلمتها ظرف وسابتهم ومشيت. وقبل ما شيرلي تدخل لهم سمعتهم بيتكلموا في موضوع ان نيمو مش قادر يتكلم مع البطل بتاعه، وكانت متضايقه من الموضوع ده وحاسه بحاجه غريبه. وبعدها راحت لالين، وخرج نيمو يتمشى في القصر مع فاريا، وفجاه قابله القط بتاعها، ولكن كانت خايفه شيرلي تشوفه لان الحيوانات الاليفه ممنوعه في السكن، وكان القط بيهرب منهم، وفضلوا يجروا وراه. وقابلتهم شيرلي وهم بيدوروا عليه وحست انهم بيخفوا حاجه، ولكنها ما شافتش القط، وطلع القط على السطح، فراح نيمو وراه ومسكه، ولكن بعد ما انقذه وقع من على السور ومسكته فاريا في اخر لحظه، فحاول نيمو يخليها تسيبه لانها طاعه هي كمان، ولكنها كانت مصره تنقذه، ولكنها فجاه اتزحلقت من على السور وبدات هي ونيمو يقعوا، ولكن ظهر البطل بتاع نيمو وانقذهم. وتاني يوم كانت فاريا بتفكر في كلام يونوميا ليها لانها قالت لها ان في عاصفه جايه ولازم يتولوا مسؤوليتها. وراح نيمو للمكتبه وطلب من سوفيتيا تعرفه عن بطله، وقال لها انه مش قادر يتكلم معاه، فبدات تدور معاه عن معلومات عن البطل بتاعه في الكتب، ولكنها ما كانتش لاقياه، وقالت له انه حسب معرفتها ان المكتبه دي فيها معلومات عن كل الابطال، ولكنها تبذل مجهودها عشان تدور عليه. وراحت فاريا هي ونيمو لالين اللي كانت بتعالج واحد، وكانت شيرلي هناك، وقالت لها ان ده الضحيه الرابعه الاسبوع ده، وبرضه عضو في المجلس التأديبي ومفيش اي دليل على المذنب، وكل اللي تعرفه انه شخص متورط مع الكوشس. وراحت فاريا تطمن عليه بعد ما الين عالجته وشافت علامات عض على رقبته وشكوا انه مصاص دماء. وكانت شيرلي عايزه تدور على المذنب بنفسها رغم اعتراض فاريا وصاحبتها مينا من المجلس التأديبي لان في نقص في اعداد المجلس عندهم. فعرض نيمو انه يساعدهم، وكانت على وشك انها تعترض، ولكن فاريا وافقت بسرعه. وكان نيمو ماشي وجت مينا صاحبه شيرلي وشكرته على المساعده وطلبت منه ينقذهم، وسلمته عده كتب وسابته ومشيت. فاخد الكتب وراح عند شيرلي وبداوا يشتغلوا، ولكن شيرلي سالته لو انه بيخبي حاجه لان شكله مش مدرك لاي حاجه بخصوص الاكاديميه ولا الفرسان السبعه، وقالت له انها مش مهتمه طول ما هو جنب الخير، وسابت له موضوع التحقيق. وراح معهد الكيميائي عشان ياخد مستندات عن مصاص الدماء واللي كان فاكر انهم وحوش، ولكن كلير قالت له انهم اشخاص عاديه زي البشر والالف، وسلمته كتاب فيه معلومات عنهم وقالت له ان مكتوب فيه ان نقطه ضعفهم هي النار. وراحت مينا عندهم وبعدها مشيت مع نيمو وقالت له بقلق ان في معلومات بتقول ان شيرلي مصاص الدماء، وبقوا شاكين فيها لان كل اعضاء المجلس اشتغلوا معاها قبل ما يفقدوا الوعي بشويه، ولكنها ما كانتش مصدقه ده ودفعت عنها وطلبت من نيمو انهم يحققوا في الغابه اللي بره المسكن. فراحت معاه للغابه وهناك شافوا شيرلي كانت بتعض الين وبتمص دمها، فكان نيمو ومينا مصدومين واخدت شيرلي بالها منهم فطلعت تجري، فطلع نيمو يجري وراها ووصل عندها وسالها لو انها هي الشخص اللي هجم على اعضاء المجلس، فقالت له انه طبعا هيفتكر ده، وبعدها هددته انه لو ما بعدش عنها هتقتله، وبدات تهجم عليه ولكن كان بيصد هجماتها من غير هجوم عليها. وقالت له ان من زمان وهي وعيلتها بيتعرضوا للاضطهاد من البشر لانهم شايفينهم وحوش رغم انهم مسالمين، وما صدقت تلاقي فرصه في الاكاديميه تخفي بيها حقيقتها، ولو انتشر خبر انها مصاص الدماء مش هتقدر تتحمل انقلاب اصحابها عليها، ولكنه قال لها انه مش الحل انها تهرب، فقال ان اتقبلتها ومش الكل بيكره مصاص الدماء، وقال انه مش هيقول لحد كمان عن اللي شافه، فشكرته وقررت ترجع معاه وما تهربش. وفجاه شافوا مجموعه وحوش طايره وشايلين الين، فراحوا للمكان اللي كانت الوحوش رايحه له، هناك لقوا مينا واكتشفوا انها هي مصاصه الدماء اللي بتهجم على الطلاب، واعترفت انها بتتعاون مع الكوشس وانهم كانوا بيجمعوا نفسهم وقوتهم، واستدعت واحد من الوحوش اللي بدا يهجم عليهم، ولكن شيرلي قتله بسهوله. وبعدها سالت مينا عن هدفهم فقالت لها تدمير العالم ويبدا واحد جديد ممكن مصاص الدماء يعيشوا فيه بامان، وطلبت منها تنضم لها، فهي كانت وحيده لوقت طويل ولكنها رفضت، فقالت لها انها هتاخدها بالغصب، وهجمت عليها هي ونيمو، ولكن نيمو كان بيقاومها رغم اصابته وهجم عليها وقطع ايديها، ولكنها اتجددت مره ثانيه وبقوه الكوشس واستمرت بالهجوم عليه. وقامت شيرلي واندمجت مع بطلتها وهجمت عليها بالنار، فجريت مينا بسرعه لانها نقطه ضعف مصاص الدماء. ولما شاف نيمو منظر النار افتكر الحلم بتاعه، وبعدها سمع صوت بطله بيقول له يطلق عنان رغبته، فطلب من شيرلي انها تمنع مينا من الحركه شويه لان عنده فكره عايز يجربها. فبدات مينا تدمر الوحوش اللي حواليهم وهجمت بيهم على نيمو، ولكن جت شيرلي وهجمت عليها على غفله بالنار بتاعتها وقيدتها، وبدا نيمو يجمع قوته كلها في هجوم واحد اسمه ليجس بريكر وهجم بيه على مينا وموتها. وعرف غارس ان مينا كانت بتعمل تحريات عن اشاعه بخصوص شبح اطلال المكتبه القديمه، وراح لسوفيتيا وسالها عنه، وقال
وقالت له معظم سجلات المدرسه ضاعت وقت الحريق بتاع المكتبه، واتقال ان امين المكتبه القديمه كان عميل مزدوج للكوشس وكان اسمه جينيوس ويونيوميا هي اللي هزمته، وبيتقال ان لعنته لسه بتسكن المدرسه. وبعد ما خرج من المكتبه وجات كلير وجابت له السجلات اللي كان طالبها عن المكتبه، تاني يوم الصبح كانوا الطلاب بيحضروا المهرجان المدرسه اللي بيعمله مجلس الطلاب، وكان الكل بيتكلم عن مين هيكون شريكهم في الحفله. وقررت كلير تطلب من غارس بعد تشجيع نيمو وفاريا ليها، وعرضت شيرلي على نيمو انه يكون شريكها، وصدمت جو غلدان بطلبها. وبعدها اجتمع الفرسان السبعه عشان يتكلموا في تقرير حدث مجلس الطلبه، وبداوا يقترحوا ايه احسن حاجه يقدموها، لكن غارس قام وسابهم وكان شايف ان دي تفاهه لانهم المفروض يدوروا على دليل وجود الكوشس هنا، وسابهم هم يكملوا ترتيب للحدث وسابهم ومشي. وفي طريقه قابل كلير اللي قالت له انها عايزه تساعده، انها فكرت انهم يدوروا في سجلات معهد البحث الكيميائي، فقال لها غارس ان ما عندوش حاجه يرد بيها الجميل، فطلبت منه يكون شريكها في الحفل، فوافق على طلبها. وبالفعل بدا المهرجان، وكانت فعاليه الفرسان هي انهم عملوا مقهى وكانوا هم اللي شغالين فيه. واثناء الحدث طلبت فاريا من نيمو يكون شريكها في الحفله، ولكن فجاه شيرلي ظهرت وقالت لها انها طلبت منه بالفعل، وبداوا يخيروه بينهم. وبقى نيمو في موقف صعب، ولكن لحسن الحظ غلدان ندها عليه عشان يوصل حاجه لسوفيتيا وانقذه. وكانت كلير بتدور على اي دليل في المعهد القديم، وفجاه وقعت في مكان غريب ولكنها قررت تكمل فيه عشان تلاقي الدليل. وجي وقت الحفله وقرر نيمو يبقى شريك فاريا، واتاخرت كلير على الحفله ولكنها في النهايه وصلت، واعتذرت لغارس انها ما قدرتش تلاقي دليل. وفجاه وهم مع بعض قالت له كلير انها فرحانه، وبدات تتحول لكريستال ورجليها وايديها اتكسروا. قبل ما تموت قالت له انها افتكرت حاجه بخصوص المكتبه القديمه. واثناء جنازه كلير كان غارس حاسس بالذنب لانه كان عارف ان كلير بتحبه واستغل ده بسببه ومات، وقرر انه يدور على القاتل لوحده. وقال انهم يقول لفاريا القرار ده، وقابلت فاريا وقال ان الرؤساء عشان يتكلموا في حدث كسر الساحات الرمليه السحريه، وقالوا لهم انهم اكتشفوا منشاه ضخمه تحت جبل بورغو، الجبل اللي يونوميا انهت فيه كوشس، ولازم يروحوا يهجموا عليهم في اسرع وقت قبل ما يستخدموا سحر الساعات الرمليه لصالحهم. وكمان رئيس الكوشس امس موجود هناك، فوافقت فاريا على مضض، ولكنها كانت قلقانه لانها ممكن تبقى معركه مصيريه مع الكوشس، وكانت خايفه برضه ان يكون ده مجرد الهاء. فقالت لها الين انها عندها خطه. واليوم اللي قبل ما يروحوا فيه المعركه ظهرت يونوميا لفاريا وقالت لها بعد المعركه هيحتاجوا يكشفوا عن حقيقه المكتبه القديمه. وتاني يوم انطلق الفرسان لبركان بورغو من غير غارس لانه كان بيدور على قاتل كلير، ووصلوا هناك وكان جو غلدان بيقودوا مجموعه من الفرسان عند الجبل ومستنيين اشاره فاريا من الطياره النفاثه. واول ما وصلت انطلقوا للمعركه، وفي نفس الوقت انطلقت فاريا والباقيين للبركان مباشره، ووصلوا لمكان غريب فيه كبسولات فيها كائنات غريبه عملها الكيميائيين. وفجاه قابلوا 3 اشخاص كانوا بيحملوا قوه ابطال زيهم، ولكنهم كانوا مصدومين لانهم من الكوشس، والمفروض الكوشس مش بيتعاقدوا مع الابطال، وبداوا يهجموا عليهم وفرقوهم. وعلى الرغم من انهم كانوا اقوياء الا ان كان عندهم نقطه ضعف، وهي انهم مش بيهتموا بحياه بعض وما كانش في تعاون بينهم. فاستغل نيمو ده وهجم على خصمه اللي كان اسمه كاستري، ورجع لفاريا بسرعه عشان يجمعوا بعض ويوحدوا قوتهم كفريق. وبدا هما الاثنين في مواجهه خصمها اللي كانت اسمها ريدا، ولكن رجع كاستري مره ثانيه عندهم وبدا يواجه نيمو، ولكنه كان غضبان من ضعف ريدا وهجم عليها اثناء هجومه على نيمو. لكن نيمو انقذها وقال لها انه مش عايز يقتل اي حد فيهم وانه عايز ينقذ العالم بس، وكان مستمر في مواجهه كاستري. وفجاه جت شيرلي عندهم ومعاها خصمها فولوكس وكانت مصابه، وبدات قوه الاعداء تزيد وكانت السحر بيتملكهم. وفي نفس الوقت وصل غارس للمكتبه القديمه واكتشف ان كلير وصلت لهناك ولقت حاجه هناك ولكنها ماتت بسبب اللعنه. وفجاه لقى باب سر للضريح من تصميم كوشس وظهر هناك مجموعه من الوحوش. ورغم ان ديرا والباقيين كان السحر بيتملكهم الا انهم ما فقدوش السيطره على نفسهم وكانوا في وعيهم، وده لانهم كانوا بيستخدموا قوه ابطالهم كاداه مش بيتحدوا معاهم زي ما الفرسان بيعملوا. وبداوا يهجموا عليهم وكانوا متفوقين على الفرسان. وفي نفس الوقت كان جو غلدان وباقي الفرسان بيقتلوا الوحوش، وفجاه قوتهم زادت هم كمان، واستمرت المعركه بين الفرسان واعدائهم. ورغم قوه الاعداء الا ان نيمو استخدم خدعه ووقع حجر عليهم واصابهم، واستغل فاريا وشيرلي ده وبداوا بالهجوم عليهم. فتعصب فولوكس وبدا يهجم على الكل حتى اصحابه، ولكن فجاه اتفكك قيود ابطالهم وبدا السحر يتملكهم. فالفرسان قالوا لهم ان ده بسبب انهم بيستخدموا الابطال كادوات ومش بيحترموهم، والمفروض بيتكلموا معاهم، ولكنهم كانوا مصممين على رايهم وكانوا بيحتقروهم. فقال نيمو ريدا تحاول تفتح قلبها للبطل بتاعه، لكن كاستري قال لها بلاش لانه بيخدعها، وانطلق للهجوم عليهم. فهجمت شيرلي عليه وفجاه انفجر بسبب هجوم عليه مع سحره. فطلع فولوكس يهرب من الخوف، وريدا قدرت تتغلب على التملك. فطلب نيمو من اصحابه يكملوا طريقهم ويسيبوه معاها. واتكلم نيمو مع ريدا وقال لها انهم يعتبروا اخوات. فاتصدمت وهجمت عليه وسالته ليه خانهم، فقال لها لانه اختار حياه جديده لنفسه. فاستمرت في الهجوم عليه ولاحظت انه قوي، وقالت له ان مفهوم التعاون اللي عندهم ده ما تعودوش عليه خالص، وكل اللي كان بيتقال لهم هو انهم يركزوا على قوه بطلهم ويعتبروهم كادوات، وحتى لو كان عندهم شكوك فهي لو استسلمت لهم كده هتكون بتنكر وجودها وكل اللي كانت عليه اصلا. ولكن نيمو كان مصمم على انها تقدر تغير مستقبلها وهجم عليها، فبدات قوتها تضعف وكانت على وشك انها تستسلم، ولكنها فجاه سمعت صوت بطلتها بتكلمها وبدات قوتها تزيد. وكان نيمو بيشجعها انهم مع الوقت هتسمع ارادتها وكده هي ما فقدتش السيطره على نفسها. فقالت له انها لازم تروح لامس زعيمهم
تفهمهم اللي خلاهم بالشكل ده وتساله عن السبب اللي خلاهم يقاتلوا عشانه. ولما فولكس هرب راح لامس وقال له انه كده هيموت زي كاستري لانه فقد السيطره، ولكن هو مش عايز يموت، فقال له انه كده مش الشخص اللي هيقاتل وهيقدر يعيش في النهايه وهيكون ابن الدمار الحقيقي. ولكن الشخص ده ظهر انه مش هيكون واحد منهم هم الثلاثه، وان الشخص المناسب هيوصل لهنا قريب. وبعدها هجم عليه وقال انه مش حاسس بالشفقه ولا الحزن عليهم وقتلوا من غير رحمه، وكان شايف انهم مجرد ادوات حقيره، والبطل الحقيقي اللي في العالم ده هو شخص واحد والشخص ده هو وبس. وصلت فاريا وشيرلي لعند امس واتصدموا لما شافوه موت فولكس اللي المفروض التابع بتاعه، فقال لهم انهم هيكونوا قربان هم كمان عشان يجيب ابن الدمار الحقيقي للعالم ده. بنروح لألين اللي كانت متعاقده مع فانيسيا البطله اللي بتقدر تتحكم في الوقت، وبسبب ده كانت ألين بتقدر تعرف المستقبل، وبسبب قوتها كانت وحيده من صغرها، كانت حاسه كانها ماشيه بنص حد كتبه لحد ما قابلت فاريا وبقوا صحاب وكبروا مع بعض. واثناء ده كانت بتستعد لليوم المصيري اللي هتكون فيه مش قادره انها تستخدم قوتها، وقررت تطلب من فانيسيا انها تشوف المستقبل بتاعها رغم خطوره الموضوع. ونرجع لفاريا وشيرلي مره ثانيه واللي بداوا يقاتلوا امس، ولكن قوته كانت لا تقهر بالنسبه لهم، وهجم امس على فاريا ولكن وصل نيمو وانقذها وكان امس مستنيه. وفي نفس الوقت كان جو غلدان بيقاتلوا الوحش، وقضى جو على اخر واحد فيهم وقرروا يهجموا على المكان اللي الكوشس بيعملوا فيه طقوسهم. ووصلوا هناك وشافوا الشيء اللي الكوشس كانوا بيستخدموه عشان يسرقوا قوه الساعات الرمليه، وكانت ألين اللي قالت لهم على مكانه وطلبت منهم يحطوا ساعه رمليه صغيره هناك. ونرجع تاني للضريح عند نيمو، كان امس مستنيه لانه كان شايف ان هو ابن الدمار الحقيقي، واعترف انه عمله هو واشخاص تانيين عشان يكتشف ابن الدمار الحقيقي. فاتصدمت ريدا لما سمعت كلامه وقالت له انه كان مفهمهم ان هي وفولكس وكاستري هم الثلاثه الاشخاص المختارين وابناء الدمار الحقيقي. فانهارت ريدا لما سمعت كلامه، وخصوصا لما شافت انه قتل فولكس كمان، وهجمت عليه بغضب ورفضت فكره انها تكون موجوده عشان تلبي طلباته، وهجمت عليه بالسلاح بتاعه واخترق الجسم ولكنه ما تاثرش وهجم عليها. وقالت شيرلي لنيمو انه عنده خصائص تجدد رهيبه والهجوم بتاعهم مش بينفع، وسالت فاريا نيمو هو هيعمل ايه، وكان امس عايز يضحي بابن الدمار الحقيقي عشان يستدعي ملك الدمار واللي عن طريقه هيبقى معاهم قوه رهيبه ويدمر بيها الوضع الهادي بتاع العالم. وكان شايف انه كده هيحقق السعاده لانه هيبني بعد كده وضع جديد وهيكون عايش فيه الاقوى والاذكى بس. فقالت له شيرلي بغضب انه كده عايز يسيطر على العالم مش اكتر ويبقى على القمه. فبص لنيمو وقال له انه هيقدر يفهم ان اللي عايزه ده صعب بما انه وقع عليه لعنه تدمير العالم. ونرجع لغارس اللي كان بيتكلم مع سوفيتيا واللي قالت له انها دخلت المكتبه القديمه ووقعت عليها اللعنه ولكنها قدرت توقفها وما قدرتش تقول لهم لان اللعنه بتتفاعل وبتقتل الشخص بمجرد ما يعرفها. فطلب غارس منها تقول له ايه اللي حصل في المكتبه، واصر انه يعرف حتى لو كان هيتصاب هو كمان باللعنه لان دي الطريقه الوحيده لتكريم ذكرى كلير. فقالت له انها هتعرف كل حاجه عن خيانه جينيوس امين المكتبه القديمه وبدات تعرفه. وكان امس بيواجه الفرسان ولكنه اتغلب عليهم كلهم وبدا يهجم على نيمو تحديدا عشان كان عايز يخرج طبيعته الحقيقيه ويلتهمها عشان يزود من قوته، وكان نيمو بيتعذب من هجومه. ولكن فجاه دخلت ألين عليهم وكانت دي خطتها مع فاريا من الاول، وقالت لها انها هتوقف الزمن شويه، وكان بتستخدم مكان الطقوس اللي كان جو غلدان موجودين فيه، وحاول انس يوقفها ولكن هجماته ما كانتش بتنفع معاها، وقدرت تكسر كمان الخاتم اللي كان فيه قوه الساعات الرمليه واللي كان يعتبر ورقته الرابحه وبتخليه يتجدد مره تانية. وبعدها رجع الزمن لطبيعته وقالت لهم انه كده مش هيقدر يتجدد، وفجاه فقدت الوعي. فاستغل نيمو فاريا عدم تجدد امس وبداوا بالهجوم عليه، ولكن امس كان مصمم انه يفوز في النهايه حتى لو فقد الساعه الرمليه. وكانت فاريا بتقتله لحد ما نيمو يجمع هجومه اللي هجم بيه قبل كده على مينا، ولكن فجاه في نص القتال هجم انس على نيمو، وفي اخر لحظه قامت ريدا وصدت الهجوم عنه، وراح نيمو وهجم بضربه ليجز بريكر ودمر الدرع بتاع امس وقتله. ومجرد ما ده حصل بدات الوحوش تنهار، وكانت قوه نيمو رهيبه لدرجه انها عملت شعاع نور رهيب وصل للسماء وسببت ان في شعاع من ضريح المكتبه ظهر كمان. وبعدها بدا المبنى اللي كانوا فيه ينهار، فقرروا يهربوا ولكن ريدا اتخلت عنهم وقالت له انها مش هتنضم لهم، وحذرت نيمو لان تم اختياره كابن للدمار ومفيش مجال للرجوع في ده. وخرج الفرسان السبعه من المبنى بسرعه ورجعوا لباقي الفرسان واعلنوا انتصارهم، ورغم قوه هجوم نيمو الا ان انس كان لسه عايز لانه كان لسه معاه بقايا قوه الساعه الرمليه، ولكنه كان مصاب بكريستالات شبه كريستالات لعنه كلير وسوفيتيا، وكان مستغرب من قوه نيمو. بعدها ظهر خيال سوفيتيا وكانت هي اللي قالت له النبوه انه هيبقى الشخص اللي هيغير وضع العالم، ولكنها كسبت عليه واستخدمته كبيضك عشان يصحي قوه نيمو وكمان يتخلصوا من قوه ألين وتمكنت اللعنه بعد كده من امس وقتلته، وقالت له انها كده هتقدر تنفذ خطتها الاصليه وتدمر العالم كله من غير اي اثر. وكانت ريدا مستخبيه هناك وسمعت كلامهم. ولما رجع الفرسان للاكاديميه حبسوا نيمو لانه تعاقد مع جينيوس امين المكتبه القديمه اللي باع روحه للكوشس، واللي كانت قوته هي لعنه الزمن اللي حصلت لكلير واللي بتخلي الشخص محبوس في الزمن. وكانت فاريا وألين بيزوروه وعرفوه ده، وكان غارس برضه هناك وقال له انه كده كان الشخص اللي استخدم قوه الكوشس للهجوم لتدمير المدرسه. وعملت فاريا اجتماع مع الفرسان اللي كانوا مصدومين لما عرفوا موضوع نيمو، وقال لهم غارس ان الخلفاء اللي امس عملهم كانوا كلهم شبه نيمو، ونيمو هو اللي قدر يتعاقد مع البطل الملعون جينيوس وتسلل
المدرسة، وبدأوا كلهم يشكوا فيه وخصوصا مع كل الأحداث الغريبة اللي حصلت في المدرسة بعد ظهوره. ولكن غلدان كان بيدافع عنه وشايف إنه ممكن يبقى ضحية للكوشيس هو كمان، فقالت له فاريا إنها حاطة ده في الحسبان، ولكن لو خرجوه من السجن دلوقتي الطلاب هيبقوا خايفين، وقالت لهم إن قوته مهولة والسبب إنه مخليها جنبها هو إنها تعرف طبيعتها بشكل أحسن. ولكن غلدان كان معترض على كلامه ومش شايف إنه صاحبه مقرر ينقذه لوحده، وراح غارس لنيمو وقال له بلاش يجرب يستخدم قوة جينيوس لأن المسكن ده اتخصص عشان يسجن الناس الخطيرة اللي زيه. فقال له نيمو إنه أصلا مش بيخطط إنه يهجم على أي حد فيهم، ولكن استخدم غارس قوته عشان يظهر إيد نيمو الحقيقية، وسأله بغضب ليه دراعه فاسدة. فرد نيمو وقال له ده بسبب خطيئته، وأنكر إن كان له علاقة بقتل كلير تماما، واعترف إن خليفة الكوشيس عملوه وكان موجود في القاعدة هو وأشخاص كمان، ولكنه حرر نفسه من هناك لحد ما وصل لهنا وقرر إنه عايز يبقى مع فاريا والباقيين. ولكن غارس اتعصب عليه وما كانش مصدق كلامه، فطلب نيمو إنه يقتله لأنه مش عايز يقتل أي حد فيهم. فقال له غارس إنه هيقتله لما يقرر الحكم المناسب، وبعدها سابه ومشي. وكانت فاريا في طريقها لنيمو، ولما سمعت كلامهم وقفت لحد ما يخلصوا كلام. وكانت شيرلي مع ألين وسألتها عن رأيها في موضوع نيمو، وقالت لها إنها حاسة إنه بريء وكانت عايزة تساعده لأنه خاطر بحياته عشان ينقذها. وكان غلدان عند لجنة شؤون الطلبة عشان يقنعهم يخرجوه لأنه كان شايف إن نيمو مستحيل يكون شغال مع الكوشيس. وشافوا جو وطلب يتكلم معاه واتكلم معاه عن نيمو، وحاول يقنعه إنه غالبا متورط معاهم وعنده إحساس إنه كان بيخدعهم وخافي حقيقته طول الوقت. واستدعت فاريا يونوميا وسألتها عن اللي حصل في المكتبة القديمة، فوريتها إنها اتلعنت هي كمان بنفس اللعنة، وقالت لها لو دورتي على الحقيقة هي كمان هتتصاب باللعنة. ولكن فاريا كانت مصممة تعرف عشان تنقذ نيمو لأنها ما كانش عندها استعداد تشوفه بيموت، فأخدتها للضريح اللي غارس اكتشفه وفتحت بوابة للمكان اللي بدأ فيه كل حاجة، ودخلت هناك ولقت كتاب طلع منه شعاع غريب وبدأ يتحرك وكان بينقل لها معلومات. وكان غلدان بيحاول بكل جهده يقنع المعلمين والرؤساء انهم يساعدوا نيمو، وشافته شيرلي وقررت تساعده هي كمان، وراحت فاريا للقرية اللي نيمو اتولد فيها وعاش فيها واللي انقذته منها برضه، وشافت صورته مع اهله. واثناء ما كانت ماشية شافت سلسلة شبه اللي كان لابسها في الصورة، وفجأة هجمت ريدا عليها لما حاولت تاخد السلسلة، ولكنها اتفادت الهجوم بسرعة. وكانت ريدا فاكرة انهم كانوا بيتعقبوها وبدأت تهجم على فاريا، ولكن فاريا كانت بتصد هجومها وهجمت عليها، ولكنها قامت مرة تانية واستخدمت قوة بطلتها ايرين وهجمت على فاريا. وكانت فاريا بتحاول تفهمها انه سوء تفاهم ولكنها رفضت تسمعها. وبنروح لمحاكمة نيمو، وكان القرار انهم يقتلوا نيمو، ولكن فجأة جت شيرلي مع غلدان وكان معاهم امر امبراطورية بوقف تنفيذ الاعدام لان الادلة مش كاملة. ولكن ردت سوفيتيا وقالت ان المرسوم وصل متأخر وقررت تنفذ الحكم وتتحمل عواقبه. ولكن وصلت فاريا في اخر لحظة ووقفتهم، وكان معاها السلسلة اللي شافتها، وقالت لنيمو ان ده تذكار من نيمو اللي هو الولد اللي قتله، فهو قتل نيمو الحقيقي. وجه المدرسة فاعترف انه قتله واخد شكله وذكرياته، وجه هنا بداله وطلب منها تقتله ولكنها قررت تحميه. حاول كذا حد يوقفها ولكنها اخذت واحدة من الطائرات النفاثة وهربت بنيمو، وقالت له ان سوفيتيا تابعة للكوشيس. وكانت ريدا معاها وقالت له هي وفاريا ان سوفيتيا عارفة كل حاجة عنه، وكانت بتخدع امس جيرمان وبتستغل انه تسلل لغرانسايد وده علشان تخليه يستخدم قوة الجينيوس. فقالت له انها خلته يشيل الخام عن المكتبة كمان، ولكن فاريا قالت له انها مش غلطته. وفجأة لقوا دوامة قوة سحرية جاية من المدرسة، وكان الفرسان بيراقبوا الدوامة دي، وقال واحد انها دمرت 80% من حاجز مودانتو والاستقرار بيقل، وكده باقي 60 ساعة لحد ما يفقدوا السلامة الهيكلية الكاملة للزمكان والعالم كده هينهار مرة تانية. فسابهم غارس ومشي عشان يشوف طريقة يقتل بيها نيمو، واتجمع غلدان مع جو شيرلي، وكان غلدان وشيرلي عايزين يثقوا في نيمو وقرار فاريا، ولكن جو كان شايف ان الحل انهم يموتوه لانه بسببه العالم هينهار لو ما عملوش حاجة. وراح غارس لسوفيتيا وهو بيشتغل غصب، وطلب منها تديله القوة اللي يقدر يقضي بيها على نيمو، وسلم نفسه ليها فعلا، وبدأت تعمل طقوسها الغريبة عشان تزود من قوته. وبسبب بحث فاريا عن الحقيقة اتصابت باللعنة وعرفت نيمو بده، وقالت له ان الاحسن انهم يرجعوا لغرانسايد عشان يمنعوا ان اسوأ سيناريو يحصل. وقررت ألين تستخدم قوة الرؤية للمستقبل مرة تانية، واثناء ده وصلت فاريا ونيمو وريدا لغرانسايد، وكان الحاجز اتدمر بالكلام، ولكن جت شيرلي مع جو وقفوهم وهجموا عليهم، ولكن ظهرت ريدا وبدأت تدافع عنهم، واستغل نيمو وفاريا اشغالهم وهربوا بسرعة وراحوا للمكان اللي كان فيه الكتاب اللي فاريا عرفت منه الحقيقة. وكانت ريدا بتواجه شيرلي وجو وغلدان لوحدهم، وكانت ند ليهم وقالت لهم ان نيمو تم التلاعب بيه من سوفيتيا. وقرر غلدان وشيرلي يروحوا يكلموا سوفيتيا بنفسهم، ولكن جو اعترض لانه وعدها يحميها، وفجأة فقد السيطرة على سحره، فقرر غلدان يواجهه ويخلي شيرلي وريدا يروحوا لنيمو. ووصل نيمو وفاريا للكتاب، وهناك خرجت يونوميا وقالت لهم ان ده كتاب الزمان اللي جينيوس سابه، ودي اقرب نقطة بين عالم البشر وحدائق غراسايل. وخرج جينيوس هو كمان وقال ان قوة الدمار خلت الختم بقى ضعيف. وكملت يونوميا وقالت ان موضوع اللعنة ده كدبة عشان يخلي الباقيين بعيد عن الختم، واللي بيقربوا من الحقيقة جذورها بتنبع من العالم ده وبتكون موت فظيعة. والحقيقة ان وقت هجوم الكوشيس وحدوث دوامة الدمار قبل كده قرر جينيوس يضحي بنفسه عشان يقضي عليه ويوقف الكتاب، وبسبب ده روحه بقت هي الرابط ودخل في نوم عميق عشان يختم الدوامة. فسألوا نيمو لو كان في حد غيرهم وقتها، فجت سوفيتيا وقالت انها هي اللي كانت موجودة، وقالت لهم انها كانت موجودة في المكتبة القديمة طول الوقت من زمان عشان تستخدم دوامة الدمار
الدمار وتطهر العالم، فهي لقت طريقه تنقذ بيها العالم وتخلي الكل سعيد. فبدا نيمو يواجهها ولكنها هجمت عليه، فقالت لها فريا انها تابعه للكوشس. كانت يونوميا هتعرف، فقالت لها ان جينيوس قتلها زمان ولكنها استخدمتهم على اجسام كتير طول الفتره دي عشان توصل للحظه دي، وكانت بتحاول تقتل نيمو لانه الشخص الوحيد اللي يقدر يشيل الختم عن كتاب الزمن ولازم تقضي عليه دلوقتي. فبدات فريا ونيمو يواجهوها، ولكن فجاه دخل غارس بشكله الغريب بعد ما استولى السحر عليه وهجم على نيمو، وبسبب ده زادت قوه الدوامه واتلغى الختم. وبعدها هجمت سوفيتيا على غارس وقالت بكل جنون ان كده الختم اتكسر وكمان مفيش حد عشان يستعيد قوه جينيوس. وفجاه قام نيمو كان بخير وظهرت الين وقالت لها انها قررت تستخدم قوتها عشان ترجع بالزمن شويه عشان توقف موت نيمو. فقامت فريا مع نيمو قرروا يواجهوا سوفيتيا، فامتصت سوفيتيا كتاب الزمن وقالت له ان كده بوابه الدمار بقت جواها ومش هتسمح لهم يختموها مره تانية، وبدا جسمها يكبر وبقت ضخمه بسبب امتصاص الكتاب. وقدر غلدان انه ينقذ جو ورجع لطبيعته. وفجاه شافوا سوفيتيا بجسمها الضخم بسبب بوابه الدمار وبدات تفتح بوابات تحت البشر وتسحبهم جواها، وكمان خرجت وحوش من جسمها فانطلقوا بسرعه ناحيتها عشان يوقفوها. وخرجت فريا وامرت الفرسان يتقسموا عشان يواجهوا الوحوش، وكان نيمو بيدور على طريقه يهزم بيها سوفيتيا. فجينيوس قال له انه لو استخدم طريقه ليجيس برايكر بس يكون قريب منها يقدر يختمها مره تانية. وكانت ريدا بتدافع وتصد الهجمات عنه عشان يقدر ينفذ الهجوم، وظهر غلدان وجو كمان وبداوا يساعدوه. وكانت الين متاثره بسبب استخدامها لقوتها وكانت على وشك الموت، واكتشفت شيرلي ده وراحت لها وقررت تدي لها دمها عشان تبقى مصاصه دماء زيها وساعتها هتكون عندها حياه طويله. وحاول نيمو وفاريا يدخلوا عند سوفيتيا ولكنها كانت عامله حاجز من قوه الظلام حواليها بيمنعهم من الدخول. فظهر غارس وبدا يهجم على الحاجز بكل قوته وكان مستعد يضحي بنفسه عشان يكفر عن ذنوب رحيتهم. وبالفعل بدات اللعنه تتمكن منه ولكنه نجح في كسر الحاجز في النهايه. ودخل نيمو وفاريا وحاولوا يقنعوها توقف اللي هي بتعمله ولكنها رفضت لانها كانت شايفه ان الراحه هي انها تموت الكل، وده هو طريق السعاده من وجهه نظرها عشان يبطل الناس يعملوا اخطاء ويحسوا بالندم وبكده هتخلصهم من معاناتهم. وبداوا يهجموا عليها وكانت بتهجم عليه هي كمان في نفس الوقت. ووحد نيمو وفاريا قوتهم وهجموا عليها بضربه ليجيس برايكر واطلقت سوفيتيا هي كمان كل قوتها، ولكن هجوم نيمو وفاريا كان اقوى وقدر يتغلب عليها. وبالرغم من ده الا انها فتحت دوامه الدمار من جسمها مره تانية، فبدا نيمو يتحول لهيئته الاصليه على شكل وحش عشان يسترجع بعض القوه. اعتذر لفاريا انه كذب عليها ولكن لو كان عرفها الحقيقه كانت مش هتقبل وجوده ولا كانت هتعتبره صديق او هتبقى عايزه تحميه. وبعدها انطلق ناحيه سوفيتيا وبدا يهجم عليها وقال لهم ان نيمو الحقيقي هو اللي خلاه يعيش وسمح له ياخد جسمه وعشان كده لازم يعيش. واستمرت سوفيتيا تهجم عليه وكانت مقتنعه لسه ان الموت هو الحل الوحيد للخلاص والتكفير عن اخطائهم. قدرت تصيب نيمو ولكن نيمو قيدها وقرر جينيوس يختمها حتى لو ده اللي معناه انه هيفقد قوته ويختفي هو كمان. وقدر هو ونيمو يختموها في كتاب الزمن وتحول لشكل انسان مره تانية. وانضمت ريدا للفرسان وبسبب دم شيرلي انا لسه عايشه. وكمان رجع غارس لشكله الطبيعي مع بعض الاصابات واعتذر للكل ولكنهم قبلوا اعتذاره بسرعه. وراح فاريا مع نيمو اللي بقى ما عندهوش قوه خلافه دلوقتي وكان معاهم كتاب الزمان وقرروا يروحوا رحله عشان يدوروا على طريقه يتخلصوا بيها من قوه الدمار المختوم فيه نهائيا. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. فقبل ما ننهي حكايتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا نستمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.